الفتره يعني انا عندي ايفنت كبير لشركه للميجا ستار عمرو دياب طبعا شهر 10 في الحديقه الصينيه. عندي ايه ده؟ نو نو، لا لا لا، مش شركه مالهاش دعوه. عندي ايفنت برضو لشركه تانية اسمها حياه، تامر حسني والكسندر ستان. عندي دي تقريبا يا 17 يا 18 9، مش فاكر بالظبط التاريخ يعني. عندي حفلة لحماقي في جامعة مصر الدولية. عندي شغالين على الايفنت بتاع طبعا النجم الكبير محمد منير. عندي ايه تاني؟ يعني الفترة الجاية هتلاقي في العيد ممكن يكون عندنا ايفنت برضو لسه مش باين قوي، الرؤية هتبان في خلال يومين تلاتة اللي جايين. شايف ان الشركات كلها ابتدت تتجه للانترتينمنت تاني، والحفلات بقينا بنشتغل، والجامعات والمدارس، كل الناس ابتدت عايزة تعمل ده. فده حاجة تخليك يقول لك في شغل. شركات تنظيم الحفلات بسم الله ما شاء الله بقت كتيرة جدا. فبقى في منافسة ما بين كل الشركات، ان كل شركة عايزة تعمل احسن. وده بيعود على العميل بالحاجة كويسة، ان هو دلوقتي دايرة الاختيار وسعت. فكل شركة شغالة او مش شغالة تبقى عايزة تعمل فكرة جديدة عشان الناس تيجي تتعامل معاها. فده بيخلينا احنا بقى نابجريد نفسنا. عارف لما بتحس ان انت الدنيا ما فيش غير اتنين تلاتة انتوا قاعدين بتتعاملوا، بتديك سنة ثقة. الثقة دي ممكن تغرقك يعني. بس طول ما انت دايما تعامل ان انت لسه بتبتدي، ان انت بتحاول تفكر من جديد، دي دايما هتحاول تخليك موجود 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 على قد ما تقدر. وده اللي انا بحاول اعمله يعني مش عايز بعد سنه يجي يقول لك ده كان في واحد اسمه وليد منصور. على قد ما بقدر بحاول اطول عمري الافتراضي في السوق زي ما بنقول. على قد ما اقدر بحاول اطور الشغل بتاعي، على قد ما اقدر بحاول اعمل حاجه جديده انا والتيم بتاعي كله. فربنا يكرمنا ويسهلنا ونفضل كده على طول.